اهلا بحضراتكم حلقه جديده وفنجان قهوه. زي ما عودنا حضراتكم القيم الجميله المحترمه في مجتمعنا بيكونوا هم ضيوفنا على فنجان قهوه. النهارده انا معايا قيمه محترمه من هذه القيم هنعرفها مباشره بعد الفاصل. الشاعر والكاتب محمد جمال مخلوف، شاعر وكاتب عضو باتحاد كتاب مصر، صدر له 8 دواوين رباعيات صاحب الجمال، ويعمل أيضا كرسام. قام بتصميم وتنفيذ أغلفة دواوين 8 رباعيات صاحب الجمال، وأيضا كتاب الفنان الكبير أحمد حلمي شفرة حلمي، وقد أشاد به الفنان أحمد حلمي بإبداعه وإتقانه، وأيضا الناقد الفني الكبير طارق الشناوي. الآن يستعد لإقامة معرض فني قريبا لتقديم لوحاته بشكل متميز ومختلف، فضلا عن حبه لمجال الإخراج، فعمل كمخرج لكليباته الخاصة بأعماله الفنية من رباعيات صاحب الجمال. أهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك. منور الدنيا يا شاعر يا فنان يا رسام يا جميل. بنور حضرتك ونور الساده المشاهدين. ومخرج كمان. فين محمد من دول؟ محمد كل دول. محمد فنان. يعني انا دايما اقول فنان وانسان، يعني وجهين لشخص واحد، لان انا شايف ان الاثنين بيكملوا بعض، ولازم الاثنين يكونوا موجودين عشان كل وجه منهم يبقى حقيقي. بس اجابتك للعناصر الثلاثه بتمكن دي حاجه نادره شويه. الحمد لله. انا بشوف دايما ان الموهبه دي بتبقى من عند ربنا. انا عاوز تكلمني في الاول على الاشعار وتتكلم وتختار لي قصيده شعريه جميله كده، او جزء من قصيده شعريه جميله عاوز تقولها. تمام. سواء كانت رباعيات او غيرها. تمام. ونستهل بيها لقائنا عشان نعرف الناس بحضرتك وفنك يعني. تمام. ممكن نقول من رباعيات صاحب الجمال. يا بختك يا اللي صاحي الليل مادام كان السبب رقعه، ومين يقدر ينام الليل ده من روحه تكون راجعه. في ناس بتنام على مكالمه، وناس حلمه، وناس وقعه، فعشق ركعتين لله ولو كانت شتاء سقعه. زي الشعره من مصيبه، عارفين الطيبه بتنجي صاحبها بدون ترتيب بطريقه غريبه، علشان طيب بجد ربنا بيقف له مش اي حد. ما تتغيروش يا طيبين، ده اللي غيركم هم اللي خيبه. قلبي مش ذكرى اتوجع، قلبي في الدنيا اتخدع. العمر عدى ازاي يا جدع، ادفع له عمر والقاه رجع. حقيقي مش مستاهله غير بس نعيشها سهله، ده العمر بيفوت في وهله ولا تستاهل ابدا فجع. مش كل المعارك تستاهل منك دخولها، وسلامك النفسي ده اهم حاجه تنولها. وكلمه حق بحق اياك في يوم ما تقولها. معافى بقوتك امن، دي كنوز الدنيا بطولها. واللي النهارده مات بكره هنبقى مكانه، ما الدنيا دي ملفات وايام العمر مكانه. مجرد مشاكل الموت يكمل بنزيد في تعداد اللي كانوا. منك لله روح كده، منك لله فضفض له واحكي له واشكي له، لو حتى همومك 100 كيلو ما تخليش في وسيط معاه. منك لله. النزوات اهي دي بالذات خراب مش احلى الاوقات، أشد ندم من بعدها على اللي فات. وما أدراك ما الحسرة وما الكسرة بعد اللذات. فرق توقيت بس في الجنازات، وعملنا الصالح هو كل الإنجازات. يا متعشم في الدنيا الموت لا محالة آت، هيجي ازاي وامتى ده كل الفروقات. طمعان جبناله بيت فلسنج سكنه فيه، كذاب وقال حبيت حبيبه قام غادر بيه. كسوداير وسوائي من أعمالك هتلاقي، بني آدم في الحواديت كل شيء منه وليه. الهوى وألف مليون من الهوى، شوف كم واحد بسببه هوى بعد ما كان فوق في الهوى. ما القلب بيسوق فيه والعقل بيغميه، ولازم الاتنين سوا. لا تستهين بأبسط الكلمات نطقا، فهي كفيلة بقتل الروح. قلنا كده 100 مليون مرة وخلصنا خلاص كل الشروح. يا ناس ديننا دين الإحساس، في كلمة بتشقي، في كلمة بتسقي، من الدموع في القلب جروح. الندم مليون ألم، الندم مليون ألم على وش كل اللي بيخون ويغش، على روح اللي بيستسهل يروح، على روح اللي بيستسهل يروح. وعدل ربنا في الألم، جرح بالملي اتقسم. الستر كنز ما يساوي ظهر، الصح أغلى وأعظم تاج. بوس إيدك حالا وش وظهر،
لو كنت ماشي بدون علاج. الله عليك، كل اللي انت قلته ده تقول حاجه واحده بس: سبحان من له الدوام. يعني هو اكيد فعلا اكيد. دي وانا حقيقه فعلا، عامل دي حقيقه فعلا. انت بالظبط. وانا الدنيا ممكن ميكانو، انا اول مره اسمع بالظبط، يعني مجرد مشاكل الموت بيكمل اه بنزيد في تعداد اللي كان. ايوه ايوه ايوه. ما الميكانو بيبقى اشكال بتترتب، فهو العمر زي الميكانو، مجرد مشاكل الموت بيكتمل اه بنزيد في تعداد اللي كان. ليه خدت الشكل الرباعيات؟ ليه ما خدتهاش مثلا، ما عملتش اشكال تانية؟ تمام، هقول لحضرتك لكذا سبب، اهمهم ان الناس دلوقتي ما بقاش ليها زي ما بيتقال كده بالدارج طقطان او خلق على القرايه. فانا جربت ده ولقيت الناس عاجبها ده جدا جدا. وسبب تاني ان النوع ده من فن الشعر ما بقاش موجود زي الاول ايام عمنا طبعا صلاح جاهين، فحبيت ابقى موجود بيه ومتميز بيه. وهاكد تاني ان هو يوصل للشباب، يعني خاصه الشباب ما بقاش ليها طقطان على القرايه. افهم من كده ليك انتشار على مواقع التواصل الحمد لله. تمام يعني تمام. فعلا بيقولوا لك عشان رباعيات وعشان الكلام ده؟ الحمد لله. وبتتغنى كمان، يعني في ناس طبعا حضرتك عارف ان المواهب كتير في بلدنا، يعني ففي ناس مغنيين بيبعتوا لي بيختاروا رباعيات يغنوها وبتتلحن، بتطلع بشكل مختلف برضه، شكل فني مختلف. فانا بحب ده. والرباعيات برضو مصورها كليبات، احنا كنا لسه بنتكلم على الاخراج، مصورها كفيديو كليبس برضو عشان تطلع بشكل فني مختلف. وانا المخرج طبعا، لسه كنا بنتكلم في الاخراج، عشان اعملها بالرؤيه، انفذها بالرؤيه اللي انا شايفها. فانا شايف الفن ممكن يتقدم بكذا صوره، وانا حابب اقدم الرباعيات والشعر بكذا صوره بحيث يوصل للمتلقي باشكال مختلفه يعني. لو هنتكلم بقى على الشعر المرئي، تمام، وهنتكلم عن الفن المرئي اللي انت بتمارسه اللي هو الرسم. تمام. الحقيقه استعنت مره بتوضيح بعض اللوحات ليك بشعر يشرح اللوحه، تمام، او يوضح ما وراء اللوحه وهدفك منها. تمام. هو انا دايما يعني بنفذ ده من خلال ممكن تكون لوحه كامله من غير اشعار فيها، بس اللوحه توصل الرساله اللي انا عايز اوصلها. واحيانا بيبقى فيه لوح مصاحبه برباعيات، فعشان برضو اوصل الرساله اللي انا حابب اوصلها. هو الفن وظيفته اللي هو بيوصل رساله، هو طبعا امتاع، وفي نفس الوقت انا بالنسبه لي انا الفن شغف وبوصل بيه رساله. شغف ليا وبوصل بيه رساله، وده اللي هاممني جدا يعني. هتسمعني ايه تاني من اعمالك؟ تمام، ممكن نقول بقى اشعار يعني برضه روايات ولا قصايد طويله بقى؟ بقى؟ لا قصايد. هنتكلم في ايه؟ انا كاتب في كذا حاجه. هنقول الاول مثلا رومانسي. يعني انا في ناس كتيره مستغربه ان انا شاعر ولسه ما ارتبطتش لحد دلوقتي. فهقول حاجه انا شخصيا مستغرب. فانا عاوز اشوف بقى كم اشعارك. اصل شعرك الرومانسي ده حاجه من اتنين. تمام. لا هو طارد للجواز وللحب، لا اما هو مجتذب للجنس الاخر اللي يحبوك. لا هو هيقول بقى يعني هيوضح دلوقتي. هيوضح دلوقتي بقى. وضح يا محمد. تمام، هيوضح دلوقتي. امتى نص التاني جاي، امتى احس اني حي، يبقى ليا كل شارع وابقى ليها انا كل حي. تعبت حقيقي من الانتظار، امتى الاقيه قلبي زار، واي زعله تقلب هزار. امتى اكمل نص الدين ونعيش لبعضنا سندين، لوجوده جنب مليان حنين. تعبت حقيقي من الانتظار، طب حد يقول لي اي اعذار، ده انا شوقي لافت كل الانظار. تعبت حقيقي من الانتظار، طب حد يقول لي اي اعذار، ده انا شوقي لافت كل الانظار. ولسه لدلوقتي انا ما لقيتهوش، وكل اشواقي بتروح فشوش. ازاي كده انا ما وحشتوش، ازاي كده انا ما وحشتوش. يا حبيبي كتير وحشني، يا حبيبي كتير وحشني، والشوق جوه مني حششني. خدني جواك بقى عششني، انت فين طب قول غششني. امتى اعيشك وانت تعيشني، حنيني ليك دايما قفشني. يا حبيبي الشوق ماليني، قول لعينك يلا ليني. فرحني زيادة طيرني من السعادة، وفوق في السما عليني. فين مكانك طب دليني. يا حبيبي قول لي موجود فين، وازاي انا وانت مش عارفين اماكننا وعن بعض مختفيين. شوف كام سنة بعد ال2000. يا حبيبي قول لي فين هقابلك، وانسى معاك كل اللي قبلك، وتنسى معايا اي وجع قبلك، وابقى بكل عيوب فيك قبلك.
يا حبيبي قول لي امتى التلاقي، وانا وانت بكره بعضنا نلاقي. طمني قول لي في العمر باقي، وعلى الفاضي مش هتروح اشواقي. يا حبيبي قول لي فين المكان، قول لي ان ممكن وفي الامكان، وهتيجي تاخد بايد روح هلكان، من غير ازاي ولا ليه وهل كان. يا حبيبي قول فين بالتحديد، ده الوحدة سجن قضبان حديد. يا حبيبي قول وناكل الحديد، قول لي هيبقى ما بيننا حديد. يا حبيبي قول انه هيحصل، يا حبيبي قول انه هيحصل، وانا وانت لبعض بكره نوصل. وانا مش هسأل تاني واقول متى، لا خريف ولا ربيع ولا صيف ولا شتاء. الله، هنعتبر ان ده نداء لحبيبتك عبر الفضائيه بالظبط المصريه. كده. بس هي لو عارفه نفسها كانت جت، يعني هي اصلا مش عارفه هي بتتكلم مين. يعني هي نفس، انت بتخاطب حد مش موجود، يعني حد تمام. لو هو سمعك دلوقتي عبر في التلفزيون، عبر صح كده؟ الأقمار الصناعية. عبر الاقمار الصناعيه. تمام. هي تعرف ازاي ان هي المقصوده؟ هو هقول ده السؤال. لحضرتك، انا مؤمن ان يعني في الآية الكريمة، أنا برضو هقول المعنى عشان يبقى واصل للناس. وخلقنا من كل نفس زوجين، اللي كل نفس مخلوق منها الزوج التاني من وقت ما هي ما اتخلقت. يعني أنا من وقت ما اتولدت مخلوق ليا الزوج التاني، فهو موجود. أنا ما أعرفش هو فين، بس هو تمام. موجود على الكرة الأرضية، موجود في الحياة. يعني الروح بتاعت موجود. فانا بخاطبه. وهي تعرف ازاي؟ طب هي مواصفاتها ايه؟ يعني انت هتبقى شبهك مثلا؟ انا بالنسبه لي الشعر بعبر بيه عن نفسي، واهم حاجه انا شايفها ان الشعر يكون صادق. ايوه. فانا عشان لقيت نفسي محتاج ده، فعبرت عنه بالكلمات. يعني الحاله جميله. تمام. والاحتياج للحب والاشتياق للحب في حد ذاته دي حاله بيعيش فيها الشاعر. تمام. والشاعر المرتبط واللي ليه متزوج او بيحب او مرتبط، تمام، قد يفتقد لهذه النوعيه من النداءات. بالظبط كده. صح كده؟ فانت قايلها باشتياق حقيقي، وقايلها حتى في بعض الاحيان استخدمت كلمه المعشش بالظبط. صح كده؟ تمام. دي غريبه على الاذن. انت قصدك على العش. بالظبط. تيجي في العش عندك اللي هو عش الزوجيه او عش بالظبط. يعني انا بحاول استخدم الالفاظ مش دارجه، والقريبه من الناس، واللي يبقى فيها موسيقى على الاذن. وده اتعلمته من استاذي يعني رحمه الله عليه، عمنا سيد حجاب. كان كلامه تحس ان قريب جدا من الناس، وفي موسيقى في نفس الوقت. فكان منتهى الامتاع، موزون ومكفى. بالظبط. فمنتهى الامتاع. فانا دي حاجه اتعلمتها منه، هو كان مشهور بيها جدا. عاجبني رباعياتك، انت بتتكلم في الجزئيه الدينيه جميله قوي. تمام. واتصور ليك برضو قصائد دينيه. بالظبط. دينيه انا احب اسمعها منك، لان احساسك الحقيقه جميل قوي. اكيد. ممكن نقول حاجه دينيه. اللهم ارزقني ايمانا كايمان العوام، يجعل قلبي في بحر الايام مطمئن عام، في كل ثانيه من كل شهر من كل عام، ايمانا بك ومنك يا صاحب الانعام. اللهم ارزقني ايمانا كايمان العجايز، دون ادنى شك او يمكن وجايز، ايمانا على القلب والروح والعقل حايز، واجعلني اتهنى وبالجنه في الاخره فايز. اللهم ارزقني ايمانا كايمان الفقراء، ايمانا يجعل القلب بك هادئ مطمئن راق، ايمانا يستولى على الروح وياخذ من الجسد كل راق، إيمانا يستولى على الروح ويأخذ من الجسد كل راق، إيمانا بي يعتني دائما معي دون أي فراق. اللهم ارزقني إيمانا كإيمان البسطاء، إيمانا يجعل القلب لأي وكل شيء طاق،
إيمانا في أقصى درجات البرودة للروح غطاء، اللهم إليك وحدك السؤال ومنك وحدك العطاء. انا سعيد جدا بيك والله فعلا، انت أنا فكرك جميل وراقي، ويعني وعفوي جدا. يعني انت مش متكلف، انت بتتكلم اللي بيطلع منك بيطلع زي ما هو، سواء كان في الاشعار الدينيه او حتى اشعار الحب والاشتياق وغيرها. بالظبط. وحتى طبعا بالتاكيد رسوماتك الجميله لما تمام. عملت الغلاف لكتاب شفره حلمي. تمام. جه ازاي؟ جه ازاي شفره حلمي؟ رسمتها ازاي؟ وقابلت احمد حلمي فين؟ انت عارف ان هو زميل عزيز كان تمام. معانا في الفضائيه بالظبط. المصريه كمخرج وكمذيع تمام. معانا تمام. في بداياته يعني. تمام. آه، انا عايز بس يعني اوضح حاجه، يعني نختم بيها الجزء، مش نختم بس تبقى برضو متعلقه. الاشعار اتفضل. ان انا وهعلق وتعليقا على كلام حضرتك، دايما في الدواوين بيطلب من الشاعر يكتب في ظهر الغلاف جزء من الاشعار، جزء من المحتوى، سواء شاعر او كاتب يكتب جزء من المحتوى، ينتقي مقطع قوي جدا يعبر بيه عن مضمون ومحتوى الديوان. فانا من اول ديوان يعني لقيت نفسي بكتب من غير تفكير، بس لقيت نفسي بكتب بنسبة 100% هتلاقي نفسك في رباعية. كنت عايز أي حد يمسك الديوان حتى لو صدفة ويفتحه يلقى فيه يلقى نفسه في حاجة، سواء شاب، سواء راجل كبير، سواء أيا كان السن، الثقافة، الأيديولوجية، أي حاجة يلاقي نفسه في حاجة. جميل قوي. ولكن في حاجة مهمة جدا، ان انت لازم تديني القدره على التوحد. يعني ايه؟ انا بعيش قصص انا ما عشتهاش من خلال كتاباتك او اشعارك. يعني حتى في القصص والروايات انا بتوحد مع البطل. تمام. صح؟ فاهم قصدي؟ تمام. وبالتالي انا بعيش حياه غير حياتي. تمام. فبخرج من حياتي الموجوده وبنتقل الى تمام. الفكر الاخر. تمام. سواء كان شعر بقى، سواء كان مسلسل، سواء كان فيلم، سواء كان فيديو كليب وحاله حب واشعار واغاني. تمام. هو ده جمال الفن وروعته. فقط مش شرط انه يعبر عني، ولكن ينقلني الى احساس الاخرين في مواقف اخرى لم اعيشها من قبل. بالظبط. وهو ده اللي بيتقال، وبجد مش مجرد تعبير بيقال، ما يخرج من القلب يصل الى القلب. دي القاعده الاساسيه على فكره. لان التكلف على فكره بيبان بيبقى فيك قوي زي ما بيقولوا. بالظبط. فهو ده اللي بيخلق التوحد فعلا. تمام. بس الحمد لله ده حصل معايا، وده اللي بيخليني استمر في الكتابه. يعني ازاي وصلت لغلاف كتاب احمد حلمي شفره حلمي؟ صحيت من النوم لقيت رساله مبعوثه لي من الفنان احمد حلمي. كان شاف الرسومات بتاعتي على الحساب بتاعي على الاكونت يعني، ولقيته باعت لي قال لي في كتاب بيتعامل عنه اسمه شفرة حلمي، تأليف الناقد الفني الكبير أستاذ طارق الشناوي. فيعني هو إنسان مهذب جدا جدا جدا. لقيته بيقول لي بجد إنسان راقي ومهذب وجميل ويعني حتى بعد كده يعني بقينا أصدقاء، وده شرف ليا لأنه إنسان نقي. فلقيته بيقول لي لو موافق وما عندكش مانع فتعمل لي الغلاف. طبعا انا فنان وبشتغل بفن، يعني انا مش بشتغل الفن ده مش بشتغله كحرفه او كمصدر دخل، لا كفن، لان انا اوريدي انا مهندس اتصالات ورجل اعمال. فالفن بالنسبه لي اشباع شغف وفن في المقام الاول والاخير. انا علشان بحب احمد حلمي ده بجد، وعلشان كمان يعني انا اللي اسعدني جدا ايه، ان انا عارف ان احمد حلمي مهندس ديكور وفنان تشكيلي وفنان بجد، فنان بجد، حتى ادواره السينمائيه فنان بجد. احمد كان مخرج في الفضائيه المصريه معانا، من اجمل المخرجين. ولما فكر ان هو يشتغل ويعمل برنامج لعب عيال على القناه الفضائيه المصريه كان من اجمل الحوارات واذكاها على الاطلاق، وبيتسم بنبره صوت جميله وعقل رائع خلاق الحقيقه. بالظبط. وده الفن اللي كنا بنتكلم عنه في الاول لما حضرتك قلت لي انا ازاي شاعر ورسام وكاتب ومخرج ويعني كذا حاجه في نفس الوقت. احمد نفس الحاله. احمد نفس الحاله بالظبط كده. لكن انت لسه ما مثلتش؟ لا لسه مثلت شويه في الكليبات اللي انا عملتها. فلو جينا لقينا الفنان احمد حلمي، علشان هو فنان بجد، كان مذيع، وكان حضرتك قلت لي كان معاكم في الاخراج، كان مخرج وعندنا مذيع في الفضاء. بالظبط. مخرج ومذيع وفنان تشكيلي. انا شفت له لوح عاملها بالقهوه بالبن، بيرسم بالقهوه بالبن. فنان بجد. وحاجات تانية، في حاجات يعني بيرسم. انا دايما بشوف الرسام ده، يعني انا لما بتسال ايه
اسلوبي في الرسم او برسم نوعيه ايه، لا انا شايف ان الفنان يرسم كل الانواع، يرسم بكل الطرق، يرسم على الازاز، يرسم على حجيره، يرسم على حجر، يرسم. الفنان يرسم باي شكل. فاحمد حلمي فعلا كده، فده اسعدني جدا ان حد رسام وفنان تشكيلي يختارني. فده بالنسبه لي يعني انا دايما بقول انا بشوف مصممين اغلفه بيصمموا اغلفه كتير جدا. انا دايما بقول غلاف احمد حلمي بالنسبه لي بكل الاغلفه. انت فنان كبير بيختارك، ما هو كان ممكن يعمله هو مثلا ابسط حاجه. فانت لما فنان تشكيلي مهندس ديكور فنان كبير متذوق للفن كبير جدا يختارك، فده بالنسبه لي اذا السوشيال ميديا كانت هي الوسيله. بالظبط. يعني اذا انت من عشاق السوشيال ميديا واللي مقتنع بقوه السوشيال ميديا في نشر الفكر والفن والابداع بوجه عام. بالظبط. ليه سلبيات وليه ايجابيات. أكيد. لمسنا الايجابيات وشفنا جمال شغلك على بجد. السوشيال ميديا أكيد. ومواقع التواصل. اكيد. ايه السلبيات اللي انت عانيت منها من السوشيال ميديا؟ لا هي ليها سلبيات كتير. للاسف اي شخص ممكن ينشر مش عايز اقول فكره علشان ما اديش الكلمه اكبر من يعني من حجمها، اي حاجه كده على باله ينشرها وناس تتاثر بيه، والشخص ده ما يكونش اهل للموضوع اللي هو بيتكلم فيه. وخصوصا اللي بيتاثر فيه اللي انا يعني بزعل علشانهم جيل الشباب، جيل المراهقين. فده غير بقى الفضايح اللي بتنتشر وحاجات كتيره الناس كلها عارفاها. محمد جمال الكاتب والشاعر والرسام والفنان والمخرج الجميل محمد جمال مخلوف، الف شكر على تشريفك لينا. انا اتشرفت بحضرتك وبشكر حضرتك والساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا. الف شكر يا محمد، ارجوك استمر. ابداعاتك جميله وطريقتك عفويه جدا وجميله جدا، ما فيهاش تكلف، ما فيهاش بيسموها ايه، الصعوبه في استقبال ما تقول او ما ترسم او ما تخرج. انسان شاب مصري جميل موهوب بيتكلم بعفويه، وده اروع ما فيك على فكره. يعني انا عايز اقول لحضرتك يعني كلمات حضرتك دلوقتي بجد يعني الكلمات دي ولما بتتقال من شخصيات وذو قامه زي حضرتك يعني فعلا بتبقى يعني هقول اوسمه ليا، ودي اللي بتخليني استمر بجد. العفو حبيبي، انت ده حقك على فكره، ده وصف الطبيعي، احنا مش بنجامل على فكره. عارف لو مش بتجامل انا ههاجمك فعلا. تمام. هقول لك ايه ده، لا توقف عن الكلام اللي بتقوله ده، لا انا امين ما هو بيبقى واضح فعلا. انا امين يعني في تعاملي، وقلت ما يخرج من القلب يصل القلب. بالظبط. وانت حاسس انا بقول لك ايه. بالظبط. فده اللي مخليني اكمل. تحياتي مشاهدينا، بشكركم على حسن المتابعه لفنجان قهوه، ارجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم، كان معكم احمد عبد العظيم.